هو أن بقضية الصحراء الغربية ذبحوا الشعب الجزائري، ذبحوه، في حين أنه كان المنطق يقول من أن الجزائر والمغرب تتفق على حل قضية الصحراء الغربية يكون في مصلحة الجميع، ويبني قناعات إلى المستقبل بأننا شعب واحد في مجموعة بلدان، وأن مصيرنا هو مصير مشترك، وأنه يجب أن نبني اتحاد مغاربي، وكان المفروض هذا اللي يكون. لكن للأسف الزحم التيجاني لما رأى أن يرحل بفكره وبثقافته من عين ماضي إلى فاس لم يفكر قطعا، ولم تكن هناك جزائر موجودة، لأن الجزائر لم تكن أصلا موجودة. منذ بداية الصحراء الغربية عمره ما شرح للشعب الجزائري ولا العرب قضية الهوس مع المغرب. المغرب في قضية الصحراء أمام محكمة العدل الدولية عندما طالبت الجمعية العامة رئيس استشاري محكمة العدل الدولي. المغرب كان يصر على مبدأ تاريخية الصحراء أو تاريخية الحدود. تاريخية الحدود لو محكمة العدل الدولية أكدت على ذلك وقابلت وجهة النظر المغربية، تعرف ماذا يعني ذلك الجزائر؟ يعني شيء واحد، أن لأن الجزائر تاريخيا تندوف وغيرها لغاية الثلاثينات كانت تابعة للمغرب. التاريخية تعني أن الجزائر تصبح بدون حدود مع دول الساحل. لأن العرش العلوي أو المطالبات المغربية بالتاريخية توصل تلمسان وتنزل جنوبا، ونحن نصبح وبالتالي نحن نفقد أهم عنصر من عناصر التراب الوطني الجزائري. باش نكمل الفكرة ديالي على الجزائر، مع كامل الأسف أن الشعب الجزائري الشقيق شعب وديع، الاستعمار هو الذي فرض عليه في بعض الحالات أن يكون عنيفا أو أن يشتهر عنه أو يشتهر به العنف به. لذلك فنقول على أنه في نهاية المطاف كنشوف على أنهم شعب واحد في ثقافة واحدة، عقيدة واحدة إلى غير ذلك. المسؤولية ديال العسكر في الجزائر هي مسؤولية ديال الشعب الجزائري، هو الأولى بأن يزيحهم أو يبقيهم في السلطة. ولكن على المغرب أن يكون حذرا من ترهات هؤلاء، لأنهم في الواقع يمكن لي نقول على أنهم حمقى والعقل بعيد كل البعد عن أدمغتهم. لذلك فاحنا خصنا نكونوا حذرين مستيقظين على دائم اليقظة، ونأمل يعني أن المسؤولين يلتقطوا الإشارة للبقاء يعني على يعني خط النار كما نقول. أي مسؤول في أي مجتمع كيفما كان نوعه، إذا لم يكن يصغي إلى الآراء والأفكار التي تعبر عن مصلحة ما داخل البلد، فهذا بالنسبة لي لا يعد مسؤولا، وبالتالي فمسؤولية عليه غير واجهة. ظاهرة يعني لاحظناها أنه حاليا المغرب يتعرض لواحد التحرشات رهيبة من طرف مجموعة من الدول الأوروبية، على رأسها ألمانيا وفرنسا واسبانيا وهولندا، زائد طبيعة الحال الجار الشرقي أو جار السوء. باعتبارك أنت يعني متخصص في التاريخ، يعني كيف تقرأ هذه الواقعة، علما أن المغرب على مر التاريخ تعرض لواحد العدد ديال التحرشات بل واحتلالات واستعمارات، لا من طرف الرومان، الويندال، الاستعمار الفرنسي، الإسباني، المحاولات ديال الإنجليز إلى آخره. يعني كيف تقرأ هذه الوضعية هذه؟ شكرا سي عبد الرحيم. العفو. ماشي أول مرة كيتعرض المغرب للاستفزاز والتحرشات من طرف دول أجنبية، يعني تقريبا منذ وجوده المغرب وهو يواجه ويجابه الحركات العدوانية والاستفزازية التي تقوم بها الدول، سواء كانت امبراطوريات قديمة أو دول معاصرة، لاستهدافه وللتقليل من قيمته ولإضعافه حتى يصبح في متناول أيديه. وعلاش هذا التكالب ديال بغينا نسميوه هذا تناسل التكالب على المغرب؟ تناسل التكالب على المغرب لسببين رئيسيين. السبب الأول هو أن المغرب عنده موقع استراتيجي هام جدا، ولا يمكن لهذا الموقع إلا أن يكون يعني مستقلا بذاته، فهم يرون فيه نوع من استفزاز وإضعاف لقوتهم ولتدخلاتهم العسكرية. ثانيا المغرب دولة، حينما نتحدث عن المغرب نتحدث عن الدولة المغربية، والدولة ليست هي المجتمع. هنالك مؤسسات الملك منذ العهد الأمازيغي أقليد، وهنالك أيضا حديث عن المؤسسات الموازية لهذه المستويات عبر التاريخ. والمغرب
في هذه الفترات كلها جابها قوى إمبريالية ضخمة، منذ الرومان جابها البيزنطيين، جابها البرتغاليين، الإسبان، الإنجليز، جابها الألمان، جابها الفرنسيين، جابها كل هذه الدول أرادت أن تهيمن على المغرب لأجل تحكم في الموقع الجغرافي الذي يحتله. السبب اللي يجعل يعني الموقع يعني لا ماشي الموقع، يعني المغرب رغم تكالب هذه القوى الاستعماريه ظل دائما يخرج مرفوع الراس. يعني علاش؟ يعني كل ما كان هنالك ضغط على المغرب كلما اخرج المغرب منتصرا في مجابهه هذه القوى الاستعماريه. وشنو هو والسبب هو انه حينما يحس الانسان بانه تصور انك في مكان ما وبجانبك مجموعه من الافاعي، ماذا ستفعل؟ ستقاوم هذه الافاعي وتقتلها لكي تخرج، لانه اما ان تعيش واما ان تموت. ولكن هذه خاصيه في المغرب، هذه خاصيه مغربيه هي تشمل شعوب اخرى. العروي كان دقيقا في التعريف مؤخرا عن وضعيه المغرب الى غد، قال إن المغرب عليه أن يفهم أنه يعيش في جزيرة. نعم. يعني أنه يعيش بوحده بمفرده، يعني البحر المتوسط، المحيط الأطلسي والبحر الجزائري. إذا جاز لنا أن نستعمله بحر، ولكن مع كامل الأسف ماشي الشعب الجزائري شعب عريق وعنده تاريخ مجتمعي زاخر، في حين أن مع كامل الأسف لم تسمح له القوى الاستعمارية هو أيضا بأن. هنا غنقاطعك إذا سمحتي لي يا أستاذ. هذه القضية اللي قلتي بأن الشعب الجزائري شعب عريق، حاليا الآن كاين واحد العدد ديال النقاشات وسجالات يعني على هامش تصريحات ديال ماكرون بكون الجزائر يعني أمة صنعتها فرنسا. يعني كيف نوفق ما بين ما تقول بأنه الجزائر شعب عريق وما بين أن الجزائر يعني أمة صنعتها فرنسا؟ سياسيا صنعتها فرنسا. نعم. يعني جغرافيا وسياسيا ومؤسساتيا صنعتها فرنسا. لا يوجد في الجزائر قبل الفرنسيين إلا السكان الجزائريين، ما كانوش يسموا الجزائريين، كانوا يسموا المغرب الأوسط، وهم يعتبرون أنفسهم من سكان المغرب الأوسط. كيف جاء المصطلح الجزائر؟ مصطلح الجزائر هو مصطلح مستحدث، أصله المدينة ديال الجزائر اللي كانت تسمى جزائر بني مزغنة، نسبة إلى القبيلة الموجودة في ضواحي مدية وضواحي البلدة إلى ذلك، التي كانت تمتلك هذه المدينة وكانت تمتلك جزر المراسي التي فيها، وتقوم أيضا بعملية القرصنة في هذه المناطق. ثم انتقلت الجزائر كاسم في الولاية في الفترة العثمانية إلى درجة أنها لم تكن حدود الجزائر بهذا المفهوم، هي عبارة عن ولاية جزائرية، إيالة جزائرية. يعني الإيالة هي لا ريجونس، يعني إقليم أو الجهة، كاع في أغلب الحالات قد تكون واحد الجهة معينة. هذه المنطقة مشكلة الجزائر هي أنها لم يتح التاريخ للجزائر أن يعيش فترة كافية لكي تؤسس دولة. نعم. الجزائريين كانوا دائما معرضين للاستعمار، كانوا معرضين للنكائب، كانوا معرضين للثورات، كانوا معرضين للفتن، كانوا معرضين لسفك الدماء منذ ما سينيسا، وانت جاي غرطة، وانت جاي الكاهنة، ومن الكاهنة بربروس خير الدين، وبربروس خير الدين غادي تجي الامير عبد القادر الجزائري، ومن الثوره الجزائريه. يعني الجزائر كبلد وكمجتمع جابها العنف في هذه الفترات واصبح مجالا لانتاج العنف. اذا هذا ما يفسر علاش انه حاليا هذا البروفيل المعروف على الجزائري بين قوسين. لا ماشي الشعب، انا تهضر على النظام منذ الانكشاريه، لانهم هما اللي كانوا واجهين السلطه المغربيه في عهد السلطان مولاي اسماعيل منذ محمد الشيخ السعدي الى غير ذلك، وحنا في مجابهه مع الاتراك ومع المتحكمين في الرقاب بالجزائر الشقيقه. دونك بالنسبه لي انا هذا السبب، هذا التاريخ المليء بالفتن والمليء بالثورات لم يسمح للدوله الجزائريه ان تؤسس بنيات للدوله، بنيات دستوريه او مؤسساتيه تسمح بأن الجزائر يكون منظم في إطار كتلة تعرف باسم الدولة. هذا ما كايناش. هذا ما درنا المقارنة مع المغرب. إذا المغرب مثلا علاش نقولوا بأن المغرب دولة عريقة تمتد لأكثر من 12 قرن؟ لأنه تمكن المغاربة بالرغم من المشاكل التي واجهوا إلى غير ذلك من أن يكون لهم
التاريخ المؤسسات والافكار كتنشا وكتاسس بفترات زمنيه طويله المدى، ماشي بسنه او ب10 سنوات الى ذلك، بفترات زمنيه مقياسها هو قرن او قرنين. المغرب كان دائما عنده الاستقرار السياسي في المنطقه ديالو بحكم ان السلالات التي تراكمت على حكمه مكنت من تاسيس بنيات. ملي كنهضروا على البريد راه في المغرب منظم منذ العصر المرابطي، الرقاص معروف في العصر الماريني، العصر السعدي الى غير ذلك. ملي كنهضروا على الجيش ديال الحامي السلطان الى غير ذلك كنعرفوا على انه منظم منذ الادارسه الى غير ذلك. يعني هنالك تنظيمات للدوله موجوده بحكم ان الذي انشاها هم الاباطره ديال السلالات التي توالت على حكم المغرب منذ الادارسه او منذ ما قبل الادارسه، منذ الفتره الامازيغيه والى اليوم. واذا اذا تجاوزنا هذه النقطه هذه، سوى القانون المقارنه ناخذ تجارب ديال دول اللي حدثت العهد وليست لها العقده ديال العراقه. ناخذوا امريكا براسها، يعني الولايات المتحده الامريكيه او الدول الموجوده في الولايات او الدول الموجوده عفوا في القاره الامريكيه. لماذا الجزائر عندها هذه العقده مع المغرب كدوله عريقه بينما هي دوله ليست يعني هي حديثه وليست عريقه؟ القذافي كان واضح، قال لهم شنو هي الجزائر؟ هي الجزائر هي هذه الرقعه الجغرافيه الكبيره. الجزائر صنعتها فرنسا، صنعها السيامه، يعني عبر اقتطاعات من اراضي تونسيه بالدرجه الاولى، ومن اراضي ليبيه، ومن اراضي مغربيه اللي تقريبا حوالي ما يناهز 400 إلى 500 الف كيلومتر مربع من الاراضي المغربيه بالدرجه الاولى. ما تنساش ان المغرب ان الفرنسي يعني ما يوازي المغرب الفرنسي اثناء الحمايه نعم. واحد المساحه واحده اخرى، الى درجه ان الفرنسيين انتبهوا لهذا المشكل وانهم لم يهاجموا توات، هاجموا فيكيك. لماذا هاجموا فيكيك سنه 1900؟ حتى يقطعوا الطريق على القوافل المخزنيه اللي كانت كتمشي من فاس الى حدود توات ثم ما نساوش زحمه التجاني اللي كيتباعوا بانه لا جزائري مش جزائري مع عين ماضي الى غير. عين ماضي كان تابع المغرب، ثم هذا عين ماضي فين غيفكر مولاي يمشي؟ ما يمشيش لتلمسان، غيمشي لفاس الدرجه الاولى. لذلك كان الزحم التجاني لما راى ان يرحل بفكره وبثقافته من عين ماضي الى فاس لم يفكر قطعا ولم يكن هناك جزائر موجوده، لان الجزائر لم تكن اصلا موجوده. هنالك كتاب نشره الفرنسيون سنه 1930 عباره عن مراسيم وقرارات حكومه الجزائر الفرنسيه، مبلغ ريزيدونس فرونسيز لا كولونيزاسيون فرونسيز اون الجيري، اللي نشرتها فيه تقريبا 700 صفحه، كله يتحدث عن الحركات العسكريه التي قام بها الفرنسيون لاقتطاع هذه الاراضي من المملكه المغربيه منذ 1884. اي استيلاء على بشار، استيلاء على القريره، استيلاء على القنادسه، استيلاء على دار استقرار، ثم انتهاء بفيكيك بعد ان حاولوا توات بعد ان حاولوا الاستيلاء على فيكيك في قبل احتلالهم لتوات سنه 1902 او 1903. عليك هذه الاقتطاعات كلها التي ورثها بفعل ساحر النظام الجزائري العسكري الذي لا يرى في المغرب الا عدوا لدودا له يجب ان يقضى عليه، لانه في الواقع المشكله فينا هي انهم باش يمكن لهم يحافظوا على هذا التراث خصهم يهاجموا المغرب في كل شيء، يهاجموه. حتى تخيل معنا لو انه كان هنالك مجال مائي مشترك بيننا وبين الجزائريين، شي صحراء تكون لا قيمه لها قدام هذاك الواد الصغير اللي دايز بيناتنا لانه كيقلبوا على شي مبرر باش يمكن يهاجموا المغرب، لانهم كيعتبروه هو الخصم الرئيسي الذي سيقضي عليهم وعلى وهم الدوله الجزائريه بخريطتها. ولكن هذه يعني ماشي حاله شاذه، يعني هناك القاره الافريقيه تعج بالعديد من الدول التي صنعت خرائطها يعني عبر الاستعمار. يعني لماذا تلك الدول ليست لها يعني عداوات بمثل ما نجد العداوه ديال الجزائر تجاه المغرب؟ علاش؟ لانه في الواقع
نقدر نقول لك على انه الا جيتي تفكر مزيان غادي تلقى ان هذو مغاربه انفصاليين. الجزائر كلها غادي تلقى انها مغاربه انفصاليون يريدون ان ينفصلوا عن المغرب، وعندهم صراع مع الدوله المركزيه تماما مثل ما كان هنالك صراع في القرن 19 ما بين مجتمع السيبه ومجتمع المخزن. وربما هذا ما يجعل الخطاب الرسمي الجزائري يتعامل مع المغرب كالمخزن، ما كيقولش الدوله المغربيه، كيقول المخزن، كيقول المخزن. اذا في الجينات ديالهم وفي اللاوعي ديالهم انهم مغاربه، وبالتالي هم يجب الدوله المركزيه من اجل الحصول على بعض الامتيازات الى غير ذلك. ولكن في الواقع هما الدوله هذه تقوم بهذه الحرب بالوكاله. ليش الشعب الجزائري؟ لفائده من؟ لفائده فرنسا بالدرجه الاولى، لانه مؤخرا التصريح ديال فرانسوا هولاند تصريح حقير، نعم، حقير جدا ووضيع مثل وضاعه هذا الشخص ووضاعه فكره وثقافته لسبب بسيط جدا. نحن نعلم ان الفرنسيين يريدون ان كونفلي كما سماه هو ان كونفلي جولي، يعني نزاع مجمد في المغرب العربي الذي لا ينتهي الى يصل الى الحرب، ولكن لا يصل الى لا يرجع الى السلم بتاتا. لان تظل فرنسا تنتعش الوضع. طبيعه الحال ما تنساش ان الفرنسيين مستعدين يخربوا شمال افريقيا كلها اذا استطاعت الجزائر والمغرب بحكمائها بالعقلاء اللي فيها الى ذلك انهم يجلسوا الارض ويتفاوضوا مع بعضهم ويوصلوا لواحد النتيجه معينه، لانه غادي يقطعوا على فرنسا ما يناهز 200 مليار ديال الاورو. ولكن نقربوا حنا الايه، لماذا المغرب يظل مفعولا به ولا يتحرك لنصف هذه المؤامرات التي تحاك ضده سواء من طرف فرنسا او من طرف الجزائر؟ وضع المغرب حاليا ماشي هو الوضع ديالو فيما قبل. الوضع ديالو فيما قبل كنا راهيني السياسه الخارجيه الفرنسيه، كنا في مجلس الامن دائما فرنسا كان تبتزنا من اجل موقف معين. الان تغير الوضع نهائيا. تقصد يعني بعد الاعتراف الامريكي، بعد الاعتراف السياده المغربيه، السياده المغربيه، وبعد وجود علاقات مباشره مع امريكا باتفاق ما يسمى بالاتفاق الابراهيمي، نعم، اتفاق ثلاثي. بعد الاتفاق الثلاثي اصبح المغرب حر وعنده واحد الهامش كبير ديال الحريه. ولماذا؟ يعني ما هي حاله الارتباك التي خلقها هذا الاتفاق الابراهيمي؟ حالة الارتباك هو أنه رأت فرنسا أن المغرب فلت لها من يدها منذ 10 سنين أو أكثر من 15 سنة، والمغرب فلت لها من يدها. كتضحك عليه بشوية ديال المغرب، كيضحك عليها بشوية ديال المارشي بيبليك هنا ديال لا زابيل دوفر، ديري لنا تجافي، ديري لنا هذه، ديري لنا هذه، ولكن المغرب كان خدام، يعني كيشتغل بصمت، ما كيدير لا بهرجه ولا والو. عنده علاقات قويه مع الاتحاد الافريقي، مع الدول الافريقيه، غرب افريقيا، ومشى حتى الانجلوفو، المناطق الانجلو ساكسونيه في افريقيا، وعنده شراكات واسعه اقتصاديه ومصالح اشتراك مشتركه مع في الابناء، في الجستيرونس، في الاتصالات، في القطاع ديال البناء، في كل المجالات الصناعيه في المغرب. هنالك حضور مغربي في القاره الافريقيه. هذا الحضور يعني ازعج الاتحاد الاوروبي، ماشي يزعجوا، خرجوا على ما يسمى عن المغاربه من رونتو، خرجوا من التعقل ديالو، اصبح مجنونا بحكم انه تهمش واصبح يرى في نفسه بعيدا عن الوصول الى القاره الافريقيه. والان دابا حاليا بدات القوى الكبرى يعني كتصارع فيما بينها مباشره على مناطق النفوذ في غرب افريقيا بالدرجه الاولى، لانها المنطقه المؤهله ماديا ومعدنيا واقتصاديا وسياسيا وتجاريا بأن تكون سوقا للدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية من جهة في علاقتها بإنجلترا بالدرجة الأولى، ثم أوروبا، ولكن أوروبا كنشوف بأن حالها ضعيف لأنها لن تستطيع. اختارت الجزائر كدولة لتقوم بخدمتها بالوكالة في حربها ضد المغرب بالدرجة الأولى مع كامل الأسف، ولكنها لن تنجح لسبب بسيط، لأن الجزائريين ما استطاعوش يخرجوا نفسهم من القوقعة ديال الاقتصاد مدغدغ، مهلوك، يعني سيء جدا، تضخم في أعلى مستوياته، الأسعار في أعلى مستوياتها، القدرة الشرائية يعني المواطن الجزائري في مستوى منحط جدا ولا يستطيع أن يجاري بها مكتسبات العيش داخل الجزائر. لذلك تراه أنه يحاول ما أمكن عن طريق نظامه أن يشتعل فتنة مع المغاربة لن تصل إلى مستوى، لأن في واقع الدول الكبرى دول رزينة
وعقلانية لا تريد فتنة تصل إلى الحرب والمجابهة العسكرية. ولكن غير من خلال يعني تخصصك وخبرتك، يعني شنو هي مثلا الاقتراحات التي ترى أن على السلطات المغربية أن تتبعها لتطويق يعني هذا العداء ولتطويق ولتجفيف يعني هذا التحرش الجزائري والدول الناطقة باسمها يعني كفرنسا؟ مثال. نعم. الأسرة حينما ترى نفسها مواجهة من طرف الخصوم والجيران، اش كدير؟ كتحصن بيتها، كتحصن البيت الداخلي ديالها. إذا ما هي أسس تقوية الجبهة الداخلية في المغرب؟ الجبهة الداخلية في المغرب بسيطة ولا تحتاج إلى 3 عناوين. 3 عناوين مثلا: محاربة الفساد والرشوة والريع، هذه الدرجة الأولى. نعم. إعادة الاعتبار للكفاءات، ثم المدرسة تقوم بخدمتها في تربية المواطن على المواطنة بالدرجة الأولى، وهذه أساسية. المشكلة هو أنه دائما الجبهة الداخلية فيها مجتمع السيبة ومجتمع المخزن. أرجعوا لهذه المفارقة ديال روبير مونتاني، لا سوسيتي مخزنيان لا سوسيتي يعني ديال السيبة، يعني الثوار والناس اللي كيجابهم المخزن رافضين الضرائب. على مشكلة ديالنا شنو هي أن المواطن مازال كيعول على الدولة هي اللي تعطيه، في حين أن المفهوم الجديد للدولة عند العالم كله في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا أن المواطن هو اللي كيبني الدولة، هو اللي كيساهم باش يؤدي الضرائب ديالو أولا. لأن في الأمريكان ما تعطيش ضرائب راك ماشي مواطن. نعم. ياك خص الدولة أيضا في مقابل هذه الخدمة العمومية اللي كأديها المواطن تكون هي في مستوى، تعطيه مستشفى بمستوى، وتعطيه مدرسة بمستوى، وتعطيه طريق بمستوى، وتعطيه بنية تحتية بمستوى، وتحميه من نفسه، تحميه من الجيران، تحميه. إذن هذه العناصر هي في دارك يعني هي المكونة لتلحيم المجتمع لمواجهة العدو الخارجي بطبيعة الحال. نعم. ولكن الفكرة اللي عندي أنا في بالي هو أن نعطيك مثال بسيط واسمح لي خديت لك شوية الوقت باش نعطيك. نعم. المغرب حضر الله من الناحية الطبيعية بالجبال في الوسط، ما جابلوش الجبل وداروا في الحدود الجزائرية، وما جابوش الجبل وداروا في المحيط الأطلسي، وعطاه الجبل في الوسط. في العرف الجغرافي التاريخي أن الجبل هو مصدر من مصادر المياه. نعم. ياك وجميع الأنهار المغربية الحسن الثاني قالها في 84 موجودة في المغرب، ما عندناش نهر مشترك مع الجزائر ولا مع موريتانيا ولا مع أي مكان. ياك أنا الفكرة اللي كنقول أن الدولة خصها تبني دابا حاليا سياسة استراتيجية بعيدة المدى في إطار مشروع تنموي ولا دير مشروع تنموي موازي ليه، أنه تقول غادي ندير قنوات ديال المياه على شكل دي زوتوغوت إيدغوليك، ودير أحزمة على الأودية. نعم. ما بين ودلة ولوكوس، وما بين لوكوس وسبو، ما بين سبو وبورقراق، ما بين بورقراق والتشراط، والتشراط ومن الربيع، ومن الربيع تنسيف إلى ذلك والسوس، باش دوز الماء. أول لأن المشكلة ديالنا حنا في المغرب هي التساقطات المطرية، عندنا تساقطات ديال القنا. نعم. نهار طاح ونهار طاح، هذا الشهر طاح. وهذا موضوع يعني موضوع يحتاج لواحد جلسة ان شاء الله. علما ان اخنوش لما كان وزير الفلاحه كان يشهر ديال واحد المشروع يعني كيف نقولوا احنا ميجا بروجي ديال ترحيل المياه من منطقه الغرب نحو مراكش، لا من منطقه من سد الوحده. هذا الشعار الذي كان يرفعه اخنوش، وهو ترحيل المياه من منطقه الغرب الفائضه الى منطقه مراكش التي تعرف واحد العزا مائيا. ونأمل ان شاء الله نستضيفك في حلقه قادمه لمناقشه